وكالعاده وبكل سعاده مكان جديد جميل رائع في بلدنا. بصوا بقى، انا من داخل هرم زوسر، من داخل هرم زوسر جوسر، الهرم الرائع، اول الاهرام او من اقدم الاهرام الموجوده في مصر، وده بدايه الانتقال للعصر اللي سمينا علشانها حضاره الحجاره. بصوا، خدوا بالكم بقى، الهرم ارتفاعه 62 متر. انا عايز اوريكم بس الاول كده ايه، هطلع انا من القصه. ده ممشى يا دوبك متر ونص، مثلا متر 60. انت تدخل بعد كده على قبه في قلب الهرم، يعني انا في الدور الارضي والهرم زي ما انتم شايفين كده مبني من فوقي. حلو. بص 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 بص, بص بقى الحركه دي وشيت سعادتك. ده يعتبر المقبره، وبالنسبه لي انا دي مش قضيه. بصوا المدخل عامل ازاي، يعني المقبره تحت الهرم. يا معلم تحت الهرم المقبره تعمل لها 30 متر، 30 40 متر. ننزل بقى لتحت المقبره، شايفين انتوا المدخل ده اهو، ده مدخل لحاجه تانية تحت الارض. وتحت مبني، انا عايز اوصلكم ان تحت الارض مبني بطوب. الكلام ده كله من 7000 سنه. بصوا الارضيه عامله ازاي، طبعا بيرجع للوزير ام حتب. خلاص، لكن خلونا نكمل بقيه الكلام الجميل اللي احنا عاملينه ده. البوابه اصلا للمكان ده ما تكملش متر ونص، اللي انك تدخل هنا متر ونص. انتوا متخيلين لو بلدنا مش اعظم بلد في الدنيا تبقى مين اجمل بلد في الدنيا؟ مع حلقه جديده من برنامجكم الديني قشطه يا كفره. السلام عليكم.